السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير والرزق على كل أهالينا المزارعين في كل مكان. النهاردة جاي دردش معاكم في نقطتين مفيش غنى عنهم الأيام دي. النقطتين دول هما اللي هيحددوا إذا كان موسمك هيمشي معاك زي الحلاوة ولا هيعصلك معاك لا قدر الله. كلامنا النهاردة هيبقى عن القمح وبالأخص الحشايش، وعن الري الأولى في البطاطس. صلوا على النبي وركزوا معايا. هنتكلم عن أول حاجة وهي القمح. القمح دلوقتي لسه عود طري، والحشيشة أو العفشاية عاملة زي الشريك المخالف، بتطلع معاه وتقسمه في لقمة عيشه. وعشان ترتاح منها اسمع مني الكلمتين دول. أول حاجة، ما تستناش لما الحشاية تشد حيلها. الرش الصح والقمح لسه في عمر ورقتين أو تلاتة، عشان لو العفشاية كبرت ورب الجذور الدواء هيبقى صعب يأثر فيها أوي. تاني حاجة، الأرض تكون مستحرسة. يعني إيه؟ يعني الأرض تكون طرية تحت رجلك كده، يكون فيها حنية. اوعى ترش والأرض ناشفة ومشققة، الدوا كده مش هيشتغل معاك وهتحرق قمحك على الفاضي. تالت حاجة، لو عندك بقى حشايش وأنواع الحشايش كنا احنا متكلمين في فيديو مخصص، هسيب لكم رابط الفيديو في أول وصف إن شاء الله. نيجي بقى للتقيل اللي هو البطاطس. الناس اللي لسه زارعة وداخلة على رية المحياة دي أهم رية في عمر البطاطس كلها. هقول لكم على كلمة واحدة تحطوها حلقة في ودنكم: اروي على الحامي. يعني ايه يا باشمهندس اروي على الحامي؟ يعني يا دوب المية تجري في الخط كده تبل الأرضية بتاعته، وإياك ثم إياك المية تركب المصطبة أو تغرق الأرض. الأرض لو غرقت دلوقتي في الساعة ديت، البطاطساية اللي هي التقاوي اللي هي تحت هتتخنق وتعفن معاك بالبلد كده، يعني هتفطس منك، وهتلاقي الجذور غايبة ومتنبتش معاك كويس. الري بتاع البطاطس بيبقى عايز يعني زي ميزان دهب، يعني ولا تعطشها ولا تغرقها قوي. وفي النهاية يا جماعة، الزرع ده روح، واللي يخدم أرضه بتخدمه وبتديله خيرها. ولو محتار في اسم مبيد للحشائش بتاعت القمح عندك، أو عايز تعرف تحط ايه في السمادة مع رية البطاطس عشان الجذور تشتغل، سيبلي تعليق أو ابعتلي رسالة. أنا أخوكم وابنكم المهندس عبد العزيز سليمان، ومؤسسة سلام دايما في ظهركم. موسم أبيض عليكم جميعا إن شاء الله. وشكرا، ومع السلامة في فيديو قادم.